تخيل تكون عايم في البحر ومرة واحدة وانت بتعوم ما تلاقيش طول تحت منك، عايزك تسرح بخيالك. حصلت مع ناس كتير. 3 اصحاب يلا شباب بحر يلا بحر، ظبطوا حالهم ونزلوا الميه والسباحه يعني على قدهم، تيجي موجه ينطوا معاها، تعدي الموجه ينزلوا على الرمل ومبسوطين والحياه فل والمواضيع واخداهم. وجت موجه كبيره، ايوه يلا يلا، وكله مستنيها عشان ينط، وبعد الموجه هوب مفيش ارض، هوب امسك مفيش ارض، في لحظه بتلاقي نفسك بتغرق. السؤال طب لو انا مكانهم هعمل ايه؟ بص يا صديقي، انت ما قدامكش غير حلين، ولازم تفهم ان التفكير في الوقت ده او اختيار الحل الصح بيكون في ثواني قليله. اول حاجه هو انك راسك بتبقى لسه فوق الميه، فانت لسه قدامك تاخد نفس وانت لسه في بدايه الغرق. اسحب نفس هوا ما خدتهوش في حياتك قبل كده. وضعية راسك ارجع بيها لورا كده يا صديقي، وجسمك طبعا بيبقى بيفرفر انا عارف، بس بلاش كده، خلي دايما حركات جسمك كلها تبقى دافع لمكان معين. الجسم بطبيعته بيطفو، والرئتين اللي انت مليتهم هوا دول عباره زي بالونه او كوره فوق الميه. تخيل الكوره لما بتحاول اللي انت دايما تغطسها ايه اللي بيحصل؟ بتطفو تاني. اهو انت الرئتين عندك كده بالظبط، يبقى تاخد نفس كبير وتحافظ عليه، ولو عايز تخرج نفس تبقى كده بالظبط، بتسحب اسرع وتحاول اللي انت تحافظ على النفس دايما في الرئتين. تزق بقى بايدك ناحيه الشط تاني، او تحاول اللي انت تتحرك بكل جسمك وتشاور لللايف جارد، اعمل اي حاجه.